السلام عليكم. أنا ما بتعلمش من غلطاتي في أغلب الأحيان يعني. تعالوا نشوف البوردة دي مع بعض. ده جهاز صاحبته جابته لنا علشان ننقذه، عشان عليه داتا مهمة جدا. ناس كتير بتزعل يعني بتتضايق من فيديوهاتي لما بطلع أنتقد فنيين تانيين، وبيقولوا أنت عامل زي النقاش اللي بيعيب في قبله والكلام ده كله. طب ما هو ده شكل الحاجات اللي بتجيلي يا جماعة. هو ده كده شيء لا يدعو للانتقاد يعني. خلينا ما نتكلمش عن الموضوع ده. الجهاز ده قررت طبعا ان انا اعمله سواب، لان البوردة دي خلاص ما تنفعش. يعني بوردة زي دي ما ينفعش ان انا اصلحها. انا جاي اعمل البوردة سواب، وبعد كده اكتشفت ان الاستاذ كاسر اي سي الابرم ده ابرم المعالج، والاي سي ده ينفع يتغير والجهاز يشتغل بعد ما اعمل سواب، بس الداتا بتاعت العميل هتروح، والعميل بيصلح التليفون ده عشان هو عايز الداتا. فطبعا الاي سي ده انا مستحيل ان انا انقله من مكانه، هيتكسر اكتر ما هو مكسور. فهستخدم اي مبرمجة علشان انقل البيانات اللي عليه، اخد نسخة من البيانات اللي عليه واحطها على البوردة الجديدة اللي انا هعمل عليها سواب. ومش عارف هل هيقرا معايا الابرم ده ولا مش هيقرا. تعالوا نشوف مع بعض. انا بعمل الفيديو ده عشان انبهكم ان اللي هيعمل سواب يبص على ايسيات الابرم الاول، وانبه نفسي انا اولكم، يعني علشان اذكر نفسي اولكم. بس انا ما بتخيلش ابدا ان حد ممكن يكسر ايسيات زي دي. كده انا وصلت الاربع اسلاك بتوع التوصيل على اي سي الابرم، اللي هم SDA SCL GND وال 1.8، وهفتح برنامج الجي سي. بكل أسف اي سي الابرم مش بيقرا معايا على الكمبيوتر، وبالتالي أنا مش قادر إن أنا آخد من عليه نسخة، وبالتالي التليفون ده مش هقدر أرجع يعني أشغله وتفضل الداتا موجودة. انا شلت المعالج وشبلنته ونضفته وعملت كل ده، واتفاجئ في الاخر بده، وده غلطي وانا معترف بيه. ده استعجال من ضغط الشغل، وان انا ما ببقاش متخيل ان ده ممكن يحصل. لكن الفيديو ده هيفكرني في كل مرة يجيلي فيها جهاز اعمل له سواب، واتمنى ان هو يكون جاي بفايدة ليكم. طبعا الجهاز ده كده خلاص، يعني صاحبته هي عايزة منه الداتا، وعشان كده قبلت بتكلفة الإصلاح، لأن تكلفة الإصلاح غالية بالنسبة لتليفون زي ده. بكل أسف يعني دلوقتي هي مش هتستفيد منه كتليفون، أو مش هتصرف عليه تكلفة استرجاع الداتا عشان تستفيد منه كتليفون، فالتليفون هيترفض ويرجع لها تاني. أتمنى إن الفنيين تبطل تشتغل في بورد العملاء بالشكل ده. ده اهمال وشغل مش مظبوط بالمره. مش ان انا بقى بعيب في صنايعي قبل مني، ولا في فني قبل مني، ولا ان انا عايز ان انا اطلع على كتف حد. انا مش محتاج الكلام ده كله. انا بس ببقى زعلان على الجهاز ان هو خلاص ما بقاش قابل للاصلاح. ببقى بحط نفسي مكان العميل وببقى زعلان على العميل. والله لسه مخلص الايفون 7 وبمنتج الفيديو لسه عشان انزله، فلقيت زبون او زبونه جايبالي ايفون 8 بلس في مشكله ان هو ميت. ببص على البورده، تعالوا بصوا معايا كده. ده منظر البورده. يعني اللي يشتغل في بورده ويخليها بالمنظر ده هو مش كفء اصلا ان هو يرفع السي بي يو. هو رفع السي بي يو، رفع المعالج. اللي يشتغل في بوردة ويخليها بالمنظر ده هو غير كفء ان هو يلمس بوردة اصلا، لان هو مش فاهم القصدير ده بيعمل ايه. هو مش حد شغال في الصيانة، او مش فاهم. فيرفع السي بي يو ليه؟ انت ترفع السي بي يو ليه لما تبقى انت بالمنظر ده؟ لما تبقى فني انت، انا اسف بالعفانة دي، آه انت رافع السي بي يو ليه؟ لما تبقى فني عامل الدنيا كده. انت الناس تيجي تقول انا بعمل كده علشان اتشهر، وبعمل كده علشان الفنيين بيعيبوا في بعض والصنايعية بيعيبوا في بعض والكلام ده كله. بصوا البوردة، شايل اي سي البوست مش حاطط مكانه. بصوا اي سي الباور. وبزعل كمان على وقتي اللي بيضيع.
ان انا يعني فك الجهاز واقفل الجهاز، فك الجهاز واقفل الجهاز. بصوا ايسيات شايلها ملهاش لازمه، ملهاش لازمه الايسيات دي، اي سي اضاءه. يبقى الجهاز، يبقى العميل حاصل معاه في جهازه مشكله واحده، يوديه الفني يعمل له 50 60 مشكله. حقيقي هنا في اكتر من 20 مشكله، ده اذا المعالج اصلا شغال او سليم يعني. تعال نبص على المعالج. المعالج لسه متحرك حالا، المعالج لسه راكب دلوقتي. ده المعالج راكب مش متشابلن كمان. بعيب في الصناعية. بعيب في زمايلي، دول ما يتقالش عليهم زمايلي، دول ما ينفعش يتقال عليهم زمايلي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه القصدير السايل اللي في البوردة ده ما ينفعش يتقال عليه زميل يا جماعة، ده يعني دي اهانة. ده لما حد يقول لي انت بتعيب في زمايلك، دي اهانة. طبعا بالمنظر ده انا هرفض الجهاز، لان انا ما اضمنش اصلا ان المعالج ده بتاع الجهاز ده. واذا المعالج مش بتاع الجهاز، فانا لو وقفت على دماغي مش هعرف اشغله، والمعالج برضو فيه نقط رايحة، فده جهاز هيترمى في الزبالة. نقط كتير رايحة من على المعالج، والله العظيم دمي محروق، دمي محروق من اللي بشوفه. فده ايه، هيتلزق زي ما هو كده، مش هعمل فيه حاجة، وهيرجع لصاحبته للأسف مرفوض. قاعدين احنا نفك ونقفل، ارفض ارفض، بسبب زملائي الفنيين. عبد الرحمن اتفضل قفل الجهاز، اديه للعميلة، قول لها ده مش هيتصلح تاني، ده خلاص يترمى في الزبالة. لو لقت بوردة، ولو اني ما انصحش انها تشتري بوردة لانها ممكن تطلع مسروقة، بس ده خلاص ملوش اصلاح تاني. اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو واستمتعتوا بيه. مع السلامة.